الأمر العسكري رقم 3 بنطلب من منى وولادها يطلعوا من البيت فورا. إذا لهون ماما. يا منى طلعي من البيت انت وولادك احسن ما نهدوا على راسك وعلى مسؤوليتك. رح يهدموا البيت ماما. لا يا حبيبي حنموت ماما. لا تقبرني لا. تعال نديم، تعوا ما تخاف. لحظة محلك. شو فيها هالشنطة؟ ما فيها شيء، شوية ثياب وغراض. بدها جاية لجوا. بدها جاية لجوا وبنحتفظ فيها. يلا يلا. ماما ما تخافوا حبيباتي، ما تخافوا. سامعني منيح؟ سامعك سيدنا. نفذ. نفذنا الأوامر وهدينا البيت. يا مجرمين، قتلتم أنا والأولاد. يا مجرمين يا مجرمين. وكلا اللي بيعمل بأمي هيك. والله لو كان خيي هون لكان دعوسك بإجراه. اشكري الله، طلعتي سالمة انت والصغار. سلمي؟ لك وين السلامة وراح كل شيء؟ وين السلامة مع الذل يا رجال عين الصار؟ وين السلامة واحد كلب تلاقيته بيده بحياة وين؟ عرفك مين الكلب؟ استنى انا يا زكور. هيا صدري، انما تقتل المرأة عزلة حرمتوها حتى من المأوى هي وهاليتامى. لا ينصر دينك رجال ابن رجال. ما بتخاف من الموت وليه؟ الموت اهون من هالذل. نزل ايدك وبقوس. قوس بس ما رح تلمس شعره من شعر ام نديم. وفي أول تصريح علني لوزير الدفاع الإسرائيلي أرييل شارون، اعترف أن الهدف من هذا الاجتياح هو تأمين حدود إسرائيل الشمالية لمسافة 40 كيلومترا. وجاءنا الآن أن معارك ضارية تدور بين قوات العدو وفصائل المقاومة الفلسطينية واللبنانية في مناطق جسر العقيدي والخردلي وتلال النبطي، وأن بعض قوات العدو تتجه نحو الشور.
يا سالم نشكر الله اللي بعدنا طيبين. طيبين؟ وهينا رجعنا على بيتنا، واهل الضيعه بعدهم كلهم قاعدين بالساحه. يا ريتنا بقينا معهم. نبقى معهم. ليش ميزوني انا وعائلتي وخلونا نرجع على البيت؟ ليش؟ يمكن يا بابا لأنك أنت رئيس المخفر. وابن دولة كمان. وين هي الدولة؟ يا ريتني مت قبل ما يشلحوني سلاحي. بعدين شو بدي اعمل بعد ما احتلوا المخفر وحولوه مركز تحقيقات وقيادة مؤقتة؟ بابا الله يخليك، روق واشرب القهوة. ابن دولي ما قدر يدافع حتى عن النسوان اللي انهانوا قدام عينيه. ابن دولي ما بقى عنده غير هاي. ما تعمل بحالك هيك يا سالم، هيدا الله وهيدي حكمته. شو طالع بإيدك تعمله ما عملت؟ وغيرك ما بيقدر يعمل شيء قدام الدبابات والمدرعات والرشاشات. وجنود الاحتلال ما بيعرفوا الرحمة. سالم انت رجال قبضاي وكل الضيعة بتعرف هيك، بس شو بيعمل النسر إذا حبسوه بأم من حديد ونار؟ انت يا ناجي. نعم. فوت هات لي شي بارد بسرعه. ما جاي على بالي. شو قلت؟ ما جاي على بالك؟ لك رح تجيب البارد وجهك على راسك، فاهم؟ منك مستاء على حالك. شو قلت؟ كل العالم مقهورين وناطرين بالساحه بلا اكل ولا شرب، وانت هيك بدك شي بارد؟ من تركوك. سكت دمك! لولاي انا وبيك كنت بسطوط مثل التوت ومعهم بالساحه، فهمت؟ اشرف لي، وكان اشرف لك لو ضليت مع اهل ضيعتك، مع كبارها وصغارها، مع شبابها ونسوانها، بدل ما تطلب شي بارد. لا اكيد جنيت، لا اكيد هالاخوه جن. ايه جنيت، انا جنيت، مشان هيك فوت انت عمول شي بارد، وانا رايح اقعد مع اهل ضيعتي، مصيري من مصيرهم، مثلي مثلهم. أخلاق؟ لوين أخذوا الشيخ عبد الرحمن وعاصي ورجب وهالشباب كلها؟ بيقولوا على التحقيق هون بالضيعة، بس مصيبة الكبيرة على فريد. تعرف ما كنتش أتصور إنه فريد يكون قبضاي وبهالشجاعة. ايه بس اللي سمعته إنه أخذوه يمكن على مرجع عيون أو على خيام، ولهيك المصيبة وربك بيعلم. نحن فينا نعرف ليش مقعديننا هون؟ اسكتي وعدي. يا عمي معنا أطفال بدها حليب وأكل. يا عمي نحن مستعدين نبقى هون، بس هالنسوان وهالاطفال اتركون يرجعوا على بيوتهم. يلي ما راح يسكت ما راح يكون مبسوط. عاد خيا منصور عاد، نحن أرخص من الرصاص عندهم عاد. عدوا يا نسوان عدوا. غنى عنك يا جنوب مالي، وصيتك بكل الكون صار مالي. الله أنا مستعد أخسر كل مالي، ولا أخسر شبر من أرضك تراب. لك يا عيني يا أبو علي. يلا شباب تفضلوا. تفضلوا شباب ما تستحوا، هيدا من خيره لأبو علي. شو بكون؟ ما بدكم يصير في خبز وملح بيناتنا؟ خير الله. شكرا ابو علي. ما قلنا نفس يا ابو علي. بعدكم مرعوبين من اللي شفتوه بالطريق ما هيك؟ ايه والله زمطنا زنيت. سمعنا بالاخبار. وين سمعتوا؟ خيك ابو علي له وضع خاص بسجن بيروت، معه راديو بيسمع الاخبار. الله يسامحك يا ابو علي، معك راديو وساكت لهلا؟ بشرط ناكل خبز وملح مع بعض وبعدين تاخذ الراديو. طيب نسمع اخبار بالاول لحتى نعرف الاسرائيليه وين صاروا. بعد الاكل. انا بخبرك اخر الاخبار، وصلوا من الشوف لطريق بيروت الشام. والجنوب؟ باختصار عزلوا الجنوب عن لبنان. يعني فاتوا على صيدا وصور؟
هلا المعارك دايره بصيدا وسور والمخيمات. المعركة الكبيرة هلا دايرة بقلعة الشريف. هيك؟ بس سهولة؟ لك أي سهولة، هيدا اجتياح بحري وبري وجوي. شو بدهم يعملوا الشباب بار بي جي ولا رشاشات قديمة ودبابات قديمة مع أحدث الأسلحة الأمريكية؟ يعني راح شنو؟ كل يوقف تشوف. خير إن شاء الله. شو بده يصير بعد؟ شو بده يصير أكثر من اللي صار يا أمي؟ في أوامر إنكم ترجعوا على بيوتكم وما حد يظهر من 6 المساء ل 6 الصبح. يعني منع تجول. منيح اللي فهمت، فهمهم. شو؟ رح نبدا التحقيق معهم؟ مع مين زكور؟ مع هول بالحجز الشيخ عبد الرحمن وعاصي ورجب. لا هلا سياسة جديدة، ما بدنا نعادي أهل الجنوب، بدنا نكسبها. لكن لشو حاجزينهم؟ ضغط عصبي زكور، بدنا يفهم اللبنانية وأهل الجنوب إنه حربنا مش معهم، حربنا مع الفلسطينية، بدنا نطردهم من لبنان، ندمر البنية التحتية لهم، نضربهم بالضرب القاضية. بس في لبنانية متعاطفين مع الفلسطينية وبيقاتلوا معهم وعاملين ايادي مشتركة، هذا كله بنعرفه. وهيدول رح تعاملوهم مثل ما قلت ولا مثل ما بتعاملوا الفلسطينية؟ حسب مواقفهم بعد الاجتياح. بدنا نعرف ليش محجوزين هون. إذا عندكم شيء غير تهمة الوطنية حققوا معنا هلا. يا جماعة هيدا قهر وظلم ما بنقبل فيه. سمعت؟ شفت الضغط العصبي شو بيعمل؟ الو؟ شالوم. شو في كولونيل؟ صارت قلعة تشقيف بإيدنا. مستحيل. دفعنا فيها ثمن غالي، بس هلا سكان شمال إسرائيل وأهل المطلة صاروا بأمان. مبروك. طلع المحجوزين وقول لهم يرجعوا على بيوتهم. زكور أنا طلعهم. أنا بعتقد إنها عملية ضغط على أعصابنا وممكن توصل لدرجة التحقيق معنا. تحقيق؟ تحقيق عن شو؟ ويحققوا، نحن مطمنين. مطمنين على شو يا رجب؟ ولو شيخ أبو غسان ليجيبونا لهون ويحققوا معنا، يعني عملية تأديب. على كل حال هن لو كان عندهم شيء ضدنا بدون شك كانوا رحلونا على مرجعيون مثل فريد. فريد يعني موقفه ومحاولة تضحيته بحياته كرمال منى وأولادها كان موقف شأن ونبيل. بالنسبة إلي هالرجل مع أنه رجع من حوالي السنة من بلجيكا، إنما ما بيمنع نحن لحد هلا ما بنعرف عنه شيء، لا قبل ولا بعد. يا جماعة أنا بشك إنه بطل من أبطال المقاومة صراحة يعني. أنا جاي أعتذر على اللي صار. تعتذر عن شو؟ منقبل اعتذارك، شرط عدم التعرض أو إهانة النساء والأولاد بعد اليوم. مسيو عاصي، نحن بنعرف إنك متعلم وخريج آداب. هي تكون متحريين عنه منيح. شغلنا، نحن بنعرف كل شيء عن الضيعة، مش هيك يا أبو السياسي؟ فإذا بتعرفوا رأيي بالصراع العربي الإسرائيلي وعلى أساس إنكم ديمقراطيين مثل ما بتدعوا،
فلازم تقبلوا بالرأي الآخر، مش هيك؟ رأيك اللي بتكتبه تحت اسم مستعار بجريدة الضمير. فيكم ترجعوا لبيوتكم. تشاو. وديع، معقول القائد زكور ومدام كرم عارفين باللي عم يصير فيي؟ اولا القائد زكور ومدامته عارفين وموافقين. بعدين شو اللي عم بيصير فيكي؟ يعني اقل شيء بسموه حجز. حياتي مين قال انك محجوزه؟ لك شو بتسمي اللي انا فيه هلا؟ حرص على حياتك. من شو؟ من شو؟ من الوضع الامني اللي مخربط، من الناس اللي عم تشتغلي معهم. يعني من القائد زكور ومدامته؟ على شو عم تضحك وديع؟ خطر على بالك كل الاجوبه اللي ممكن تقوليها الا هالجواب. تعال نتعشى سوا. عم تضحك علي وبدك ياني اتعشى معك؟ شكرا. سرك كبير وما حدا كاشفك غيري. اي سر وديع؟ عن شو عم تحكي؟ برافو معلمينك منيح كيف تجاوبي. غريب امرك يا وديع. بتعرف قد ايه غريب لدرجه اني انا مفكره حالي هلا بمنام. ما غريب الا الشيطان والناس اللي بفكرك منهم. على كل حال ملفك بأمر شخصي من ابو فادي صار بايدي، وانا نفسي طويل ووقت الي وكاس علي. تفضلي منى. من اليوم بالرايح تعتبري هذا البيت بيتك. تسلمي محاسن. اسمعيني يا ست منى، بدون حرج ولا حساسية، من اليوم وبالرايح بتعتبري هالبيت بيتك وبيت ولادك كمان. هلا قلت لها هيك رجب. طيب تفوت حضر العشاء. يعني مثل ما شايفة البيت واسع وما في غيري وغير محاسن، يعني فيكي تاخدي راحتك انت وولادك للاخر. تسلم رجب. اهلا مختار. السلام عليكم. وعليكم السلام. تفضل. وصلنا على الفضل. الله معك ست منى. اهلين مختار. تفضلي قومي معي. لوين بتقوم معك مختار؟ بدون زعل رجب، نحن اهلها. ونحن شو؟ مش اهلها؟ ما في داعي لهالحكي. انا مختار الضيعه وعندي شقه ملحقه ببيتي، فيها كل شيء ومعزوله لحالها، وهودي مفاتيحها. منى رح تكون ضيفة عزيزة في بيتي يا مختار. شو هالحديث مولانا؟ شو أنا شو ولا لأني من بعلبك يعني؟ أنت على راسنا من فوق يا رجب، وبيتك وبيتي واحد. فإذا انحلت مولانا. سبق إني عرضت عليها عرض مماثل، بعتقد إني عم بتصرف حسب الأصول مولانا.
الأصول منى تعيش معي يا مختار. هيدي دمنا ولحمنا، وبيت محمد بركات رح يضله مفتوح لأهله. بعدين أنا صرت عايشة لحالي. يعني بهالحالة أنا بشوف صار القرار قرار الست منى. لو بدي نام على الطرقات بالبساتين. انت لا. اجري ما بتدعس بيت قتل جوزي وميتم ولادي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لا يا أم إبراهيم، لا. في ايه؟ في ايه؟ قبل ما السكين تسرقك وتقطع راسك جواكي متأكد انه ابراهيم ما قتل زياد، وانه زياد كان نص روحه. حدا فيكم بشك لحظة انه ابراهيم هو القاتل؟ ابدا لا طبعا. لا اكيد لا. الله أعلم، المحكمة رح تظهر كل شيء. يعني ابني بعده بريء يا مختار، ما في محكمة اتهمته. وانت ما بكفي راح كل شيء، بدك تقطعي حتى صلة الرحم والقرابة؟ ليكي هلا بدك تروحي معي برضاكي او غصب عنك. يا جماعة روقوا شوي. هنا هلا بوضع نفسي منه طبيعي. يعني بصراحة الله يكون بعونها. يا جماعة لغاية هلا أنا عم بسمعكم، فعندي اقتراح تسمحوا لي وصله لأم نديم. تفضل يا أستاذ عاصي. أم نديم، نحن بوضع احتلال سيء جدا، وانت متأكدة من هالشي لأنه كانوا رح يدمروا البيت على راسك وراس الأولاد. شو علاقة هيدا بهيداك يا أستاذ عاصي؟ أم نديم بحاجة لود وحماية. مشان هيك قلت تقعد عندي. وليش نحن شو عم نعمل؟ نحن مش ظلم وما فينا نحميها يا مختار؟ كل الضيعة رح تحمي أم نديم، وما بيحمي الإنسان إلا أهله، واللي بيطلع من توبه بيعرى. يلا معي يا بنتي، يلا معي، الله يرضى عليكي. أنا بتأسف، بشكركم كلكم، بس ما رح أقعد عند حدا. يا منى شو قصدك؟ يا بنتي نحن هلا بمقام أهلك، وقلنا عليكي حق الطاعة. لهالدرجة صرتي تكرهي ام ابراهيم؟ نسيتي العشرة، نسيتي الخبز والملح، نسيتي صلة الرحم ورابط الدم اللي بيناتنا. الله يسامحك، الله يسامحك. خالتي، أنا جاي معك. اسمع ماجد، المرحلة الجاية رح تعتمد على عملنا نحن. ايه طبعا، القوائم عندك من جوا ومن عندي انا، وكل شخص وارد اسمه داخل هالقوائم بدي اياك تعتقله فورا. لا ما تجيبهم لعندي. عم بيدبروا مكان بانصار رح يضبوا فيه كل المعتقلين بالجنوب. هيك قال القائد سعد حداد. طيب ماجد، بدي همي، مفهوم؟ مع السلامة. مرحبا ابو فادي. اهلا فريد، تفضل اقعد. شكرا. طمني، شو الاخبار؟ كثير منيحة، صار الجنوب كله تحت السيطرة. الهيئة رح يكملوا على بيروت؟ ما في شيء مستبعد، بس ما في عندي معلومات. بيروت صارت كلها محاصرة، وطريق سوريا صارت كلها مقطوعة كمان. عم بيقولوا انه صيدا وصور بعد ما سقطوا. لوين بدهم يروحوا؟ رح يقضوها دك لحتى يسقطوا. المهم، كيف قضيت الليلة عنا؟ ما بعرف. نمت والشباب قاموا بالواجب.
المهم هلا انه كل اهل ضيعة عين الصقر معتقدين انك معتقل وعم تتعذب. بيني وبينك ابو فادي كنت خايف لزكور يعملها ويقوصني. كان بده يقوصك باجرك. شو؟ المهم هالتمثيليه اللي مثلتها عملت منك بطل بنظر اهل الضيعه. فريد، بدنا نستفيد من هالنتيجه. كيف؟ بعد ما ترجع من الاجازه بتعرف كل شيء. اجازه؟ شالوم. ايه فؤاد؟ هو كان ناخنو ميخا كيملخ. ابو فادي شو قصه هالاجازه؟ بدك تغيب لك شي اسبوع قبل ما ترجع على الضيعه، وهالاسبوع رح تقضيه مع شالوم. شالوم. دخيل الله. ناتاشا رح ترافقك لمدة أسبوع ورح تزور فيها كل إسرائيل. هاي. هاي. يعقد مجلس الأمن جلسة طارئة الآن بناء على طلب لبنان والمجموعة العربية ومجموعة دول عدم الانحياز. من ناحية أخرى صرح الناطق باسم الخارجية الأمريكية أن الولايات المتحدة تجري اتصالات مكثفة لإيجاد صيغة ملائمة لوقف إطلاق النار بين الأطراف المتقاتلة. العمى بيسوونا بإسرائيل. كل عمرنا هيك، اللي بيضرب واللي بينضرب مثل بعضهم. انه معقول يعني بيقتلونا وبيذبحونا وبيغتصبوا ارضنا وبالنهايه مثلنا مثلون؟ كل عمرها هيك إسرائيل، مثل زعران الزيتوني أيام زمان، ما بدها غير الأقوى. صدقت يا أبو علي. الله يرحمك يا ابو خالد. مين ابو خالد؟ جمال عبد الناصر. الله أكبر. إيه، وين أيامه؟ قال كلمة كلها حكمة. ما أخذ بالقوة لا يسترد بغير القوة. استاذ غسان؟ وين استاذ غسان؟ نعم انسه ايمان. شو عم تعمل هون؟ ما بالحقيقه تركتوني لوحدي وصارت كأنها جهنم. يا لطيف شو اللي عم بيصير؟ اسرائيل عملت انزال بين خلدي ودنيمور من بعد ما احتلت الشوف وعم تقصف بجنوب. هذا قصف اسرائيلي. اسرائيلي وطائفي كمان. شو؟ علقاني بين الشرقيه والغربيه. وينه ادهم بيك؟ بعد ما رجع لهلا. ان شاء الله يكون بخير. بعد امرك انسه ايمان بدي اعمل اتصال ببيي بعين الصقر. الخطوط مقطوعه، ما في لا كهرباء ولا مي بلبنان كله. انه ما بدك تقول لي وين تخبيت كل هالمده وما حدا شافك؟ بقول لك وما بتزعل؟ ليه بدي ازعل؟ هون. اوعى تقول لي ببيتي. ايه ببيتك، شو ناسي انك اعطيني المفتاح مشان نضيف لك اياه؟ عن جد عرفت شو عملت يا رجوب؟ ثم انا يا استاذ عاصي بعرف كل الاماكن وتلال الضيعه وديان الضيعه، القمر الصناعي ما بيقدر يكشف وين التخبيات اللي بتخبيها انا. عم تحكي صحيح؟ بتحب تجرب؟ ايه مستعد يلا. جيب لي القمر الصناعي ليعرف انا وين. شو بك يا استاذ عاصم؟ مبين قطعت الضحكه. رح بشتاق لك يا رجوب عن جد. لشو تشتاق لي؟ انا مستعد ضل معك ليل ونهار. بس انا حاسس انه وجودي بعين الصقر صار مؤقت. يعني ناوي تنزل على بيروت؟ ساحة نضالي ببيروت اكبر واوسع. بس يا استاذ عاصي كل الطرقات مسكرة. صحيح، بس لابد ما تفتح بيوما ما، لابد. هذا وتدور معارك ضارية الآن في محيط كلية العلوم بالضاحية الجنوبية ومثلث خلدة لليوم الثالث في محاولة من العدو للإطباق على بيروت تماما والتحام قواته ببعضها البعض. ونحن هون قاعدين مثل النسوة. ولك روق اسمع. أيها اللبنانيون، يتصدى في هذه اللحظة
نفر من المقاومين اللبنانيين بعدد أصابع اليد الواحدة لأرتال من دبابات العدو ومدرعاته بعد عملية إنزال سريعة للمظليين الإسرائيليين في محاولة لاقتحام مثلث خلدة. لك روان يا ابراهيم، ينصر ديننا الشباب بخلده. عطلوا قوات العدو لهلا 3 ايام. لا انت بدهم يضلوا صامدين وما معهم غير اسلحه خفيفه، لا انت بدهم يضلوا صامدين وعم بيواجهوا انزال ومدرعات ودبابات وخوني وعملاء، لا انت. لك روح حتى لو سقط مثلث خلده، بيكفي شجاعة وبسالة الشباب هونيك. والله صدقت يا ابو علي، لازم كل العالم يعرف انه بلبنان في مقاومه، لو بيه واحد راح يحاربهم. بقوسي يلا قومي صرنا الظهر يلا. جسمي كله عم يوجعني. اكيد هيك بيعمل الكسل، 5 ايام وانت نايمه. شو في اعمل غير هيك؟ نظهر كل العالم صاروا عم بيروحوا عادة على اشغالهم. يعني استسلموا؟ الحياة بدها تستمر. بعده بالك مشغول على ابراهيم ما هيك؟ امبارح شفته بنومي من كتر ما بتهوتسي فيه. كان عم بعيط لي وعم بيصرخ وبيني وبينه غيمة سودا، وصوته كان عم يبعد شوي شوي بصرخة مكتومة: مي مي ضربي هالغيمة بإيدك تينزل الشتاء. الله بيفرجها من عنده مي، نحن شو طالع بإيدنا غير الصبر والأمل. ما في أخبار عن غسان؟ آخر أخباره إنه عند أدهم بيك. غريب كتير هالود الفجائي بينه وبين أدهم بيك. يلا شوفي شو بدك تلبسي لحتى نظهر. الله يرضى عليكي ويوفقك وينولك كل اللي بتتمنيه. ما حدا غيرك قدر يخليها تقوم. خدوا اشربوا هالعصير تكون عملت القهوة لبيك. بعده بابا ما ظهر من البيت؟ بيك عامل مثلك تمام، مقضرب عن الشغل. يلا اشربي هالعصير لحتى ابراهيم ما يرجع يلاقيكي مثل الاموات. عموما انا 10 دقايق وبكون بمجلس النواب. مع السلامه. بالهيئة راح يصير في وقف اطلاق نار. جاي فيليب حبيب من الشام. هيدا اللي عم بيقولوا من اصل لبناني؟ هيك بيقولوا. كان هالاسبوع اصعب اسبوع بحياتي. بحياة لبنان كمان. فعلا احتلوا نص لبنان. هيك دايما الوضع مع اسرائيل، بيتركوها تحقق اغراضها وبعدين بتتدخل امريكا مشان وقف اطلاق النار. وقف اطلاق النار صار بلا معنى، ما له طعمه. بس على الاقل يوقف القصف عن الجنوب وبيروت حتى لهالناس تظبط اوضاعها. غسان بعدك صغير بالسياسه. اسرائيل هلا مسيطره تماما على الوضع، خصوصا بعد معركه جزين وعين سحلتة وطريق دار البيدر والبقاع الغربي، وقطع الطريق الدوليه بين لبنان وسوريا، واخضاع الجنوب تماما، ولجوء قادة المقاومة لبيروت. لبنان صار كله محاصر، وخصوصا نحن هون ببيروت. طيب وشو العمل هلا؟ اليوم في عنا اجتماع مع الرئيس الياس سركيس تنشوف شو بدنا نتصرف. إذا بتسمح بدي أظهر شوي. طيب بس بنصحك إنك ما تغيب كتير. أوكي؟ أوكي. شو بدي اعمل يا جماعه؟ المخفر واحتلوه، صار مركز قياده الضيعه، سلاح الدوله وصدروه. ثبت وجودك يا سالم. صح. ثبت وجودي بشو؟ بالذل والخيبه والعار؟ لا، خليني هون ببيتي وبكرامتي افضل لي. شو هالحكي؟ حتى لو كنت اعزل، لو ما في محل تقعد فيه انت ورفقاتك، لازم الناس تشوفكم، تحس رغم كل شيء الدولة موجودة. ونحن بعدنا موجودين يا سالم، وبهالحالة ما رح نتعامل إلا مع شرعية الدولة اللي انتم بتمثلوها هون. بلا هالحكي يا استاذ عاصي، يلي صار مثل البزر، لا بمل المعدة ولا بريح التم. شو حكايتك يا سالم؟ كأنه نحن مش مفجوعين ومصدومين وموجوعين ومحروق دمنا مثلك ولا شو؟ ما لازم نتركهم يستفردوا بالضيعة يا سالم. استفردوا وخلصوا يا استاذ عاصي. انتوا شو؟ جايين تعزوني ولا تعزوا حالكم؟ تضحكوا علي ولا تضحكوا على حالكم؟ نحن خلص صرنا تحت احتلال المباشر،
ولا ما عم تسمعوا اخبار؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. يا ساتر، نفسيتك انهزامية بشكل فظيع يا زلمة. والله يستر ما يفوتوا على بيروت ويدخلوا على القصر الجمهوري، لانه دباباتهم صارت بعبده مثل ما سمعت. بس ما حدا ساكت. الجيش والدرك والشعب وكل الشرفاء كلهم عم يقاوموا. عم بيقاوموا؟ ونحن هون شو عم نعمل؟ نحن شو عم نعمل؟ عم نقاوم يا سالم، عم نقاوم بصمودنا ببعض المواجهة حاليا، ولا بدها المواجهة ما تتحول لحالة دائمة. عم نقاوم باستمرارنا بالحياة بشكل طبيعي مثل ما كنا بالميدان نسوق أرضنا، وما لازم أبدا نتخبى ببيوتنا لأنه رح يهدموها على راسنا. برافو برافو استاذ عاصي، خطبة عظيمة كتير. تعرف شو اللي ضيع هالبلد؟ انت. أنا يا سالم؟ شو هالحكي يا أبو مي؟ يا ريت كل الناس مثل استاذ عاصي. وانتو ونحن وكلنا صرنا مثلهم، ما شاطرين الا بالحكي. ما فينا غير حكي وتنظير وتنظيمات من كل طائفة ولون. روق يا سالم روق. سالم، ما تنسى انك مريض بالضغط. هالزمان ما عاد بده حكي ومبادئ وايديولوجيات. ما هيك بتسموها انتو الرجال السياسي والثقافي؟ ايديولوجيات؟ الفكر الانساني رح يبقى فكر انساني وهو اللي ضيعنا. اكتفينا بالفكر والتاريخ والفلسفة والتباهي باللي كان. احفاد الفينيقيين ونسينا نستعد مثل ما استعد عدونا. ما قدرنا نتفق على فكرة واحدة، شعور وطني واحد، شعور عربي واحد، موقف عربي واحد، ولا حتى لبنان واحد. اسلم تمك يا ابن عمي، كل كلمة قالها معه حق فيها. من زمان نحن وصغار لما كنا بصفوف الابتدائي كنا نقرا وندرس انه عدونا هدفه الاساسي الاستعمار والعدوان والغزو، وما ننسى شعاره الاساسي وطن اسرائيل من النيل الى الفرات. شو قصتك؟ اصابك سالم بالانهزامية؟ لا، سالم حط ايده على الجرح الكبير، مثل كأنه دلق شي سطل مي مسقع على روسنا الفاضي، خلينا نوعى ونفيق قبل ما يفوت الاوان ونلاقي حالنا مشردين بافريقيا او بشي صحراء باخر العالم. بكفي هالجدل العقيم. اعظم مقاومة بتقاوم فيها عدوك وعدو حياتك هي انك ما تحقق له هدفه. وانت وسالم بهالروح الانهزامية عم تحققوا له اهم اهدافه، قتل الروح الوطنية العربية جواتنا، الغاء تاريخنا بإلغاء شعورنا بوطننا وبحقنا بالعيش تحت سماه بحرية وكرامة. مقاومتنا بصمودنا بصبرنا في المواجهة. نواجه بشو؟ بأي وسيلة ممكنة، حتى الممكن ما عنا منه شيخ أبو غسان. نحن بعدنا موجودين. شو ما نعمل بهيك وضع يا جماعة؟ على الأقل نشكل نواة مقاومة وطنية لبنانية تواجه العدو ولو بالسكاكين. بدي واحد او اثنين منكم يفهموني شو اللي عم بيصير، مشان تتاكدوا انه نحن ديمقراطيين ومنا بنمنع حدا من ابداء رايه. شو مطالبكم؟ الحرية، عدم الاعتداء على النساء والاطفال، عدم الاعتداء على حرمة البيوت، وبصورة خاصة عدم الاعتداء على الشرعية اللبنانية.
الحرية. هيك لكن وين كانت هالشرعية مثل ما عم تحكي استاذ؟ موجودة ورح تبقى، ولو انه انت واللي مثلك غيبتوها لفترة، انما هي الحرية اللي بتبقى، لان هي الحرية الحقيقية. بدي اياكم تفهموا حقيقة اساسية. نحن اللي عم نعمله هو من اجل الحرية اللي عم بيحكي عنها الاستاذ عاصي، ومن اجل كمان انه تستعيدوا حريتكم. حرية شو؟ حرية الاحتلال؟ ولا حرية القهر والذل والاعتقالات؟ ولا حرية هدم البيوت فوق رؤوس النسوان والأطفال؟ اي حريه هاي اللي بتغتال قانون بلد وتاريخه وقوانين العالم؟ بعمرك سمعت عن حرية فوق مدافع الدبابات وصواريخ الطيارات وحرق الأخضر واليابس؟ شو؟ الهيئة محضرين لكل شيء، حافظين كتب ونصوص وشعارات عم يضحكوا عليكم فيها. الحرية نص خلقه الله قبل خلق الأرض. الحرية كلمة الله على الأرض.